يا مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفوا منه الفيديو. النهارده جايه لكم بوصفه صحيه الا وهو الخبز الجلوتين فري، وده خبز خاص بمرضى حساسيه الالبان وكمان مرضى جلوتين القمح او مرضى حساسيه السيلياك. الوصفه بسيطه جدا وكمان التكنيك بسيط جدا بس لازم نتبعه. اتمنى لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك وكمان سبسكرايب، وكمان ما تنسوش تشيروا الفيديو على اوسع نطاق علشان يوصل للغير والغير يستفيد، لانها وصفة مطلوبة جدا. يلا بينا على طول نبدأ الفيديو. وهنا جبت الحلة بتاعة العجان وضفت فيها نص كيلو من نشا الذرة، وهضيف عليهم كمان نص كيلو من دقيق الأرز البني بالشكل ده كده، وكمان نص كيلو من دقيق الأرز الأبيض، وهضيف عليهم معلقة ونص كبيرة من الخميرة الفورية أو الخميرة البيرة، وكمان معلقة كبيرة ممسوحة من الملح، وكمان 4 معالق كبار من دبس التمر. هديهم تقليبة وأنا بقلب كده بالعجان. هبدأ أضيف عليهم المية تدريجي لعند العجينة ما تبدأ تلم معايا، وبأكد عليكم ان العجينة بتكون طرية شوية وناعمة جدا. هنضيف المية لعند العجينة ما تلم معايا بالشكل ده ونخدمها كويس جدا في العجن. هنسيبها تخمر، وبعد ما هتخمر هتبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شكل العجينة متفتح. هبدأ اجيب طبق فيه زيت وهبدأ كده اخد واقطع قطعة تقريبا بمعدل 25 جرام كورة صغيرة بالشكل ده. وبعد ما هنكورهم كلهم هنبدأ ناخد رغيف برغيف او قطعة بقطعة ونفردها على دقيق أرز مع نشا ونفرد بالشكل ده. ده القوام بتاع العيش او ده السمك المناسب. هنخلص كل الكمية فرد بالشكل ده، وهنفرد كده على قطعة من القماش لعند ما نخلصهم كلهم فرد. وهكون مسخنة طاسة جرانيت او جريل بالشكل ده، وهبدأ اضيف الرغيف ويدوب بديله تشميعة بسيطة، وبعدها برجع اقلب على الجهة التانية. شايفين قوام العيش وشايفين شكله وشايفين قد ايه هو ما شاء الله منفوخ جدا وكله قابب معايا مفيهوش ولا رغيف مبطط في بعضه. شايفين الجمال بجد، العيش تحفة جدا، وبحمد ربنا ان كل اللي جربه الحمد لله ما اشتكاش من اي حاجة جدا. ف دي كانت اوردرز معمولة لمرضى حساسية السيلياك ومرضى حساسية الألبان وبس كده.